اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. واحب ارحب بكل مشترك دخل معايا جديد في القناه، اهلا بيك. وان شاء الله القناه هتكون عند حسن ظنك. واللي اول مره يشوف قناتي، انا ياسمين مصري، دبلومه في التربيه. ان شاء الله بتكلم معاكم عن الميزانيات وعن الارباح وعن التوفير. ان شاء الله هتوفري معايا، يعني هتوفري. واللي اول مره يشوف معايا الفيديو دوت، يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويكتب تعليق. اي حد محتاج ميزانيه معينه انا بعملها له. هتلاقوا ميزانيات كتير قوي موجوده على القناه، ممكن تتفرجي عليها. ميزانيه الشهر ب1000 جنيه، ميزانيه ال2000، ميزانيه ال3. تعالوا بينا بقى نخش على موضوع الفيديو النهارده. لو انت عايزه تفتحي قناه يوتيوب، وتكسبي منها، ازاي تفتحي قناة يوتيوب، ازاي تحققي الشروط اللي هي 1000 مشترك او 4000 ساعة او 10 مليون مشاهدة للفيديوهات الشورت، ازاي يوصلك البين كود، تعملي حساب ادسن ازاي، تفتحي حساب في البنك ازاي تحققي اول مبلغ في الارباح. وكل اللي عايز يعرف معلومات عن فتح قناة يوتيوب من الصفر انا هقول لكم في الفيديو دوت، وهقول لكم كمان تجربتي والحاجات اللي انا وقعت فيها اللي انت ما تعملهاش، والبرامج اللي تشتغلي بيها، وازاي تتعلمي خطوة بخطوة. بس نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد الاول في التعليقات. اول حاجه، انت عشان تفتحي قناه من الصفر خليكي عارفه ان انت مش هتقبضي منها غير بعد فتره، اقل حاجه 8 شهور 10 شهور بعد سنه، لان لازم تحققي الشروط الاول. فلو انت عايزه تفتحي قناه على اساس ان انت تاخدي منها ربح في الشهر ده، فده مستحيل، من رابع المستحيلات، الا اذا بقى ضربت معاكي في يوم وليله وبقيتي ترند، فدي ساعتها ممكن تقبضي منها. حتى لازم تعملي حساب ادسن وتعملي حساب البنكي. لكن لو انت عشان تمشي خطوه بخطوه فهتقبضي منها بعد اقل حاجه سنه، تمام. لكن لو انت عايزه تشتغلي الشغل وتقبضي منه نفس الشهر، فاتفرجي على الفيديو بتاع المشاريع اللي انت ممكن تقبضي منها خلال اسبوع، اليوم بيومه، او خلال شهر. المشاريع ديت موجوده على القناه، اتفرجي عليها، تمام. لكن قناه اليوتيوب من اول كده متفقين ان انت تقبضي منها بعد ما تحققي الشروط، انت ورزقك بقى، بعد 6 شهور، بعد 8 شهور، بعد سنه. ازاي بقى افتح قناه من اول خالص من الصفر؟ اول حاجه انت هتعملي ايميل او هتعملي حساب على اليوتيوب. ازاي تفتحي قناه؟ كل حاجه يا جماعه عايزه تتعلميها موجوده على اليوتيوب. طريقه انشاء قناه، هيجيبولك ازاي تفتحي الايميل نفسه اللي انت هترفعي عليه الفيديوهات بتاعتك، تمام. بعد كده هتصوري بالموبايل اللي معاكي، بالامكانيات اللي معاكي. ما تقوليش هروح اشتري حامل، واروح اشتري سماعه مايك، واروح اشتري معرفش ايه، واشتري تليفون ب10,000 جنيه وانت لسه ما تعرفيش هتكملي في الطريق دوت ولا لا. ابدأي بالامكانيات اللي معاكي، بالتليفون على قدك. انا بصور بالتليفون بتاعي. كنت جايبه قبل كده لين لايت اللي هو المنور، وفصل معايا. حطيت لمضه على المطبخ عادي واشتغلت بيها، لمضه عاديه خالص واشتغلت بيها. اشتغلي بالامكانيات اللي معاكي، تمام. ولغايه دلوقتي انا مش عارفه اجيب مايك، مفيش اي مشكله وشغاله الحمد لله. فانت ابدأي بالامكانيات اللي معاكي. بعد كده بقى هتصوري المحتوى اللي انت لاقيه نفسك فيه. يعني انت مثلا بتحبي الرسم، ممكن ترسمي ولاقيه نفسك ان انت تقدري كل يوم تقعدي قدام الكاميرا نص ساعه ترسمي رسمه او ساعه، ارسمي. تصوير المحتوى نفسه يا جماعه بياخد مجهود، وخصوصا محتوى الروتين. الناس فاكره ان الفيديو ده بيتعمل في نص ساعه. الفيديو اللي انت بتتفرجي فيه عليه ب10 دقايق ممكن الواحده تكون طول اليوم بتصور فيه. خصوصا الطبخه، طبعا الطبخه اي حد يعمل طبخه مش بتخلص في 10 دقايق، لا، بيعمل المقادير ويسوي الطبخه ويستنى لما تستوي وبعد كده بيصورها، فبتاخد منه وقت. فتصوير المحتوى يا جماعه بياخد وقت، فانت لازم تتعبي عشان تاخدي ارباح، لازم تتعبي. فشوفي المحتوى اللي انت لاقيه نفسك فيه وارفعيه. انا بحب الطبخ، صوري طبخ. انا بحب مثلا الشرح، صوري. لو انت مثلا مدرسه ولا حاجه صوري. انا بحب اتكلم مع الناس، صوري محتوى بتتكلمي مع الناس وبتدي نصايح للناس وبتعرفي تتكلمي، صوري. شوفي انت لاقيه نفسك في ايه، لان المحتوى اللي انت هتقدميه هتستمري فيه. فلازم تقدمي حاجه انت بتحبيها، حاجه عندك شغف في ان انت تكملي فيها، تمام. يبقى انا هصور المحتوى بتليفوني العادي وهرفعه على الايميل اللي احنا عملناه. طريقه رفعه سهله جدا، طريقه رفع فيديوهات، طريقه عمل صوره مصغره، طريقه عمل، طبعا تهتمي بالصوره المصغره اللي بتحطيها على العنوان على الفيديو من فوق، تهتمي بالعنوان بتاع الفيديو. فانا خلاص صورت فيديو، انا مش عارفه امنتجه ولا عارفه اعمل حاجه فيه خالص، يعني انا صفر. يعني انا في اول التصوير بتاعي كنت بصور، متخيلين ان انا بصور الطبخه مخليه التليفون شغال طول الطبخه ما هي شغاله.
يعني اعمل ستوب بس، معرفش ان انت ممكن تفصلي وتريحي التليفون وتستخدمي التليفون عادي، وبعد كده بتقصي المقاطع وتلزقيها جنب بعض وتحطي صوتك او تغيري صوتك او تسرعي او تبطئي. كل ده بشغل المونتاج. في بقى 3 برامج انا شغاله بيهم حاليا. في برنامج فيديو شو، برنامج كين ماستر، البرامج دي محدش بيقول عليها على فكره على النت. وفي برنامج ثالث انا شغاله بيه بس مش عارفه اسمه ايه، اللي انا بقص المقطع واشيل العلامه المائيه. يعني انت ممكن تشيلي العلامه المائيه بفلوس، وممكن تشيليها بالبرنامج اللي انا شغاله بيه. لو عايزين اكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم اسمه بالظبط، عشان انا مش فاكره اسمه دلوقتي. تمام. يبقى انت بتجيبي ازاي تعملي مونتاج، بتتعلمي المونتاج، طريقته سهله جدا. في الاول هيبقى الموضوع صعب، مع الاستخدام هيبقى سهل. كل حاجه في الاول يبقى انا صورت فيديو وتعلمت المونتاج، عايزه احقق الشروط. ازاي احقق الشروط؟ في غلطه بيعملوها اصحاب القنوات، والغلطه دي انا برضو وقعت فيها، ان انت مثلا بتتبادلي المشتركين مع حد. يعني انا مثلا اعمل 10 حسابات فيك واقول لصاحبتي تعمل 10 حسابات ونشترك لبعض، واشتغل بقى شغل جروبات، واشتغل على الواتس، واهري نفسي شغل واتعب نفسي. الطريقه دي غلط خالص، ما انصحش اي حد يستخدمها. انا دلوقتي لما عملتي اشتغلت جروب واتس وخليتي ناس تشترك لك، خليتي ناس تشاهد لك، كل المشاهدات اللي داخله لك دي فيك. انا بقيت عندي فعلا بالفعل 1000 مشترك مثلا فيك، يعني مش حقيقيين، يعني حسابات وهميه ناس عاملاها عشان تشترك لي وانا اشترك لها. طب انت قناتك ازاي هتشتغل وتقف على رجليها وانت المشتركين اللي عندك فيك، مش اساسيين، مش حقيقيين؟ هيشاهدوا لك ازاي؟ دي حسابات وهميه على التليفونات. خلي المشتركين يخشوا طبيعي. يعني انت اهتمي بالمحتوى، 90% اهتمي بالمحتوى، اهتمي بالمحتوى اللي انت بتقدميه، والمحتوى هو اللي هيدخلك المشتركين الحقيقيين، وهو اللي هيدخلك فعلا السعادة. تمام. 1000 مشترك سهل جدا على فكرة تدخليها في الزمن ده. لو عملتي فيديوهات حلوة الناس هتخشلك، وال4000 ساعة هي اللي هتاخد وقت معاكي. اوعي تشتري ساعات، اوعي تشتغل على جروبات واتس او تليجرام او اي جروبات في حتة تانية. خلي المشتركين يخشوا طبيعي. لما يخشلك 1000 مشترك حقيقي وتنزلي الفيديو و1000 واحد يشوفوا، دي حاجة كويسة جدا. مع الوقت هتيجي الساعات ممكن تعملها في 4 شهور، في 5 شهور، انت ورزقك على حسب المحتوى اللي انت بتقدميه. لو انت قدمتي محتوى كويس الناس هتخشلك وهتهتم. بالنسبة بقى ل10 مليون مشاهدة للفيديوهات الشورت دي، هو بيقولك لا اما تعملي 4000 ساعة مشاهدة، لا اما تعملي 10 مليون مشاهدة للفيديوهات الشورت. احنا هنهتم ال4000 ساعة سهل ان هم يجوا، لكن ال10 مليون دول يعني نادرا. هتهتمي بقى برفع فيديوهات الشورت عشان يجوا ال10 مليون مشاهدة للفيديوهات الشورت. فانتي خلي الحاجات دي تخش طبيعية. اهتمي بالمحتوى، اهتمي بالصورة المصغرة، اهتمي بالعنوان. اكتبي العنوان يكون صادق، بس عنوان يشد الواحد ان هو يخش يتفرج عليكي. بعد ما بتعملي بقى القناة، انت خلاص عملتي القناة وشفت المحتوى اللي انت قدمتيه اللي انت عايزة ترفعي فيه وتستمري فيه، وحققت الحمد لله الشروط، انت ورزقك بقى بعد شهر، بعد شهرين، بعد 5 شهور، في ناس قعدت سنة عشان تعملها. خلاص انا بعمل بعد كده حاجة اسمها حساب ادسنس. تمام. والحساب الادسنس دوت تقفي عنده كده هوت وايه، لان انا النقطة دي لما جيت عندها ما كنتش عارفة اعمله خالص، وقعدت 3-4 ايام بعيط، وكل ما اعمله يترفض، كل ما اعمله يترفض، لاني كنت بعمله بطريقة غلط. كنت بتعملي ازاي؟ المفروض الاول تعملي حساب ادسنس وتستني لما يوافقوا عليه، يعني حساب لوحده منفصل عن القناه خالص. بتكتبي على اليوتيوب طريقه عمل حساب ادسنس وتستني لما يوافقوا عليه. بعد ما بيوافقوا عليه خلال ساعه بقى 24 ساعه، معاكي يوم بطوله، بعد ما بيوافقوا عليه بتربطيه بالقناه. تمام. وبعد كده هوت يبقى خلاص بتستني قناتك تخش المراجعه، وبعد كده بيوافقوا على قناتك. ايه الغلط اللي انا عملته لما انا جيت افعل قناتي؟ ان انا عملت حساب ادسنس وما استنيتش لما يوافقوا عليه وربطته في القناه. الحساب لما اترفض، رفضوا القناه، رفضوا القناه ان هي تخش اساسا اليوتيوب. لا، اعملي حساب ادسنس الاول، وبعد ما يوافقوا عليه اربطيه بالقناه. القناه هتخش المراجعه. القناه هيحصل لها ايه في المراجعه؟ يكون كل المحتوى اللي انت منزلاه على القناه محتوى اصلي، محتوى بتاعك. ما تكونيش واخده الفيديوهات من حد، ما تكونيش واخده اي وصفه من حد ومنزلاها باسمك انت، او واخده محتوى مش محتواكي. القناه بتخش مراجعه، ممكن تخش 24 ساعه، ممكن تقعد يومين، ممكن تقعد اسبوع. لو المحتوى بتاعك وانت عامله الخطوات مظبوطه هيوافقوا عليك ان شاء الله في اقل من اسبوعين، او ممكن تكمل تطول تبقى تقعد شهر، مفيش مشكله.
يبقى انا عملت حساب ادسنس وربطته بالقناه واستنيت القناه تخش المراجعه، قالوا لي خلاص قناتك انتي انضميتي لشركاء اليوتيوب، انتي بقيتي موجوده معانا في اليوتيوب، هتبدا ارباحك تتحسب من اول ما قناتك يوافقوا عليها على اليوتيوب. تمام. الارباح بقى هتخش لك ازاي؟ هتخش لك سنتي اللي هو احنا بنقبض بالدولار بالسنت تقريبا، او السنتي مش عارفه يعني ايه، زي القرش كده. يعني احنا عندنا الجنيه من 100 قرش، لا عندهم الدولار برضو من 100 سنت. فالارباح هتبدا تخش لك بالقرش. الناس اللي فاكره ان بتوع اليوتيوب دول بيناموا ويصحوا يلاقوا فلوس تحت المخده بمعنى اصح، لا، هتبتدي تتحاسبي بالقرش اللي هو في لغه الدولار اللي هو ايه، السنت. تمام. هيخش لك النهارده قرش، بكره قرشين، ويجي لك شلل بقى زينا كده. هو اول ما تكملي 10 دولار بيجيلك حاجه اسمها البين كود. البين كود ده يجيلك ازاي؟ بتخش على حساب ادسنس، بيبعتولك رساله وتكتبي فيه حساب اقرب بريد ليكي. يعني البريد اللي هو البوسطه، اقرب بوسطه ليكي بتاخدي مثلا عايزه رقم البوسطه او رقم البريد لمنطقه الجيزه مثلا، بتاخديه وتحطيه عندك على حسب انت ساكنه فين. يعني انت ممكن تكوني ساكنه في اسكندريه في الشبرا، فشوفي البريد اقرب بريد ليكي وبتحطي رقم البريد فيه. بيجيلك بقى البين كود ده رقم سري بيجيلك على البريد ده عشان يعرف ان انت شخصيه حقيقيه وموجوده في المجتمع مش حد وهمي، فبيبعتولك الرقم السري دوت على اقرب بريد ليكي. تمام. بتاخديه بتدخليه في حساب ادسنس كده، انت ممكن تقبضي. بتحققي اول حاجه ال10 دولار، بيجيلك بعد كده البين كود، واول ما تكملي بقى ال100 دولار بتقبضيه. بقبضهم ازاي؟ بروح افتح حساب في اي بنك، في البنك مصر، البنك الاهلي، بنك الاسكندريه، على حسب اقرب بنك ليكي. بتروحي تفتحي حساب، الحساب ده بتدخلي بياناته في الادسنس. الادسنس بتبعت لك حاجه رمزيه مثلا جنيه ولا حاجه تعرف ان الحساب ده فعلا بتاعك انتي. اول ما تكملي ال100 دولار بتبعت لك القبض عليه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ال100 دولار بقى دول ممكن تقعدي تعمليهم في سنه، ممكن تقعدي تعمليه في 5 شهور، ممكن تقعدي تعمليهم في شهرين. اول 100 دولار هتعمليهم هيكونوا صعبين، هياخدوا معاكي وقت كتير وهتقبضي. وعشان كده الناس اللي عامله قنوات يوتيوب اول ما بتقبض ال100 دولار دول بتعمل بقى ايه، فيديو، وتقول اول قبض من اليوتيوب وتكون فرحانه، لان فعلا القبض ده بيكون ليه طعم مختلف. كل الناس اللي حواليكي اول ما بتفتحي قناه بتقعد تتريق عليكي وتقعد تقولك انت هتاخدي ايه ومش هتاخدي ايه وانت تعبه نفسك على الفاضي. انا حصل لي كده بالفعل. ولكن اول ما بتقبضي وبتحققي ارباح الفلوس ديت بيكون ليها طعم ليكي، لان انت بقالك سنه بتشتغلي او بقالك سنه ونص تشتغلي، فبيكون طعمها مختلف لان انت تعبتي فيها. واول ما بتحققي ارباح بتلاقي كل اللي كان بينتقدك ويقولك انت مش هتنجحي، ايه اللي بتعمليه دوت. يعني زمان اليوتيوب دوت ما كانش حاجه، كانوا بيقولوا انت بتضيعي وقتي وخلاص. لا، اول ما تنجحي كل اللي كانوا بيقولوا لك نقد سلبي هيعملوا العكس. ده انت بتكسبي، ده انت بتقبضي بالدولار، ده انت بتصحي تلاقي الفلوس معرفش ايه، بيحسوكي ان انت بتقبضي من الهوا، ولا بتتعبي ولا بتقعدي طول اليوم تصوري ولا بتمنتجي ولا مثلا بتصحي من النوم عشان تصوري ولا بتشحني نت ولا بتشحني ارضي ولا بتدفعي فواتير. وفي حاجات تانية الناس كان ممكن تشتري ساعات، كان ممكن تشتري مشاهدات، كان ممكن بفلوس يعني. فانت بتتعبي على المحتوى، فاول قبضه تقبضيه دوت هيكون ليه طعم مختلف. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا قلنا البرامج، قلنا طريقه انشاء قناه، وقلنا ازاي تحققي الشروط. فاضل القنوات اللي انت ممكن تتعلمي منها. انا يا ياسمين مش فاهمه اي حاجه، انا مش عارفه حاجه في حاجه، ازاي اتعلم كل اللي انت بتقولي عليه؟ يا جماعه احنا برضو فاتحين قنوات وما كناش نفهم حاجه في حاجه، اتعلمنا برضو من على اليوتيوب. اهم 3 قنوات كنا بنتعلم منهم او 4 قنوات. اول حاجه قناه علامه استفهام، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، من الناس الكويسه جدا وبترد على تساؤلاتكم وبتعمل فيديوهات فعلا فيها صدق ومصداقيه. رؤيه للمعلومات، متوحد فكره، قناه استاذ عاطف الطيب كويس جدا وشخصيه محترمه وبيساعد اي حد محتاج اي حاجه. ال4 قنوات دول اي حاجه عايزه تعرفيها، طريقه انشاء قناه، واكتبي مثلا علامه استفهام هيقولك ازاي تنشئي قناه من الصفر، ازاي اعمل حساب ادسنس، ازاي يوصل لي البين كود، ازاي اربط حساب البنك بحساب ادسنس، ازاي اربط حساب ادسنس بحساب القناه، ازاي احقق اول ارباح، ازاي اعمل صوره مصغره، ازاي اعمل عنوان يشد الناس.
فكل ديت المعلومات اللي انا اعرفها عن من وجهة نظري وتجربتي عن القناة، ازاي تفتحي قناة وازاي تقبضي منها لو انت مش عايزة ارباح دلوقتي وهتتسلي. يعني انا كنت فاتحة القناة الاول كتسلية كهواية حاجة بتحبيها، وبعد كده اخر حاجة بصينا ليها الارباح. ابدأي من دلوقتي. لكن لو انت عايزة فلوس دلوقتي وماديا محتاجة فلوس او في ازمة، شوفي اي شغل تاني غير القناة، وخلي القناة حاجة كده هوت ايه تسلية. تمام. حاجة بقى انا وقعت فيها برضو مش عايزة اي حد يقع فيها، لما تيجي تفتحي قناة ما تعمليش نشرة، ما تقوليش للناس انا عملت قناة وشغالة عليها، ما تعرفيش حد عنك اي حاجة. اقرب الناس ليكي بيحسدوكي وبيحقدوا، ويعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما تعرفيش حد عنك اي حاجه ان انت فتحتي القناه، ولا قرايبك ولا حتى جوزك. والله العظيم هقول لك ما تعرفوش، لو جوزك متعاون معاكي عرفيه، لكن ما تعرفيش اي حد ان انت فتحتي قناه ولا اسمها ايه ولا تسميها باسمك. اقرب الناس ليكي واغلى الناس عليكي هيخشوا يعني ما شاء الله ده بتصور كذا، ده عملت مثلا لعيالها كيكه وما بعتتش، ده عملت حاجه حلوه وما بعتتش، كده كل الحاجه هتبقى منظوره، عيشتك كلها هتبقى منظوره. فنصيحه مني ليكي، هتفتحي قناه ما تعرفيش حد عنك اي حاجه، هتبداي مشروع ما تعرفيش حد عنك اي حاجه. دي نصيحه مني ليكي، ودي كل المعلومات بتاعت فتح قناه يوتيوب، وان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا. واشتغلي وابدأي واسعي، والرزق ده بتاع ربنا، بس اسعي اعملي اللي عليكي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تمام. اللي بيسعى ربنا هيرزقه. ولو وصلت معايا لآخر الفيديو بقى قولي انت بطلة معايا ياسمين، واكتبي لي تعليق حلو كده من تعليقاتكم الجميلة، وبحبكم جدا في الله. ولو اي حد محتاج ميزانية عنده مشكلة في اي حاجة يكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.